السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي طلاب اولى ثانوي في جميع انحاء جمهورية مصر العربية لطلاب العربي. والنهارده هنشرح مع بعض الدرس الثاني عندنا من الوحدة الثامنة، والدرس اللي بيتكلم النهارده عن عناوين الاي بي ادرس. طيب صلي على سيدنا النبي. دلوقتي قبل ما نخش في الدرس بتاعنا عايزين نبقى بنتابع مع بعض، عايزين نبقى عارفين بنحل منين، عايزين نعرف الكلام ده كله، بحيث ان انت حضرتك لو طالع تانية ثانوي وداخل المسار الهندسي وناوي تختار برمجه فانت لازم تكون متاسس فيها. طيب عشان تتابع كل الكلام ده وعشان تقدر تطلب الكتاب بتاعنا، خش على اول كومنت هتلاقي اللينكات بتاعت الجروبات بتاعتنا ولينك قناه الواتساب ولينك طلب الكتاب بتاعنا. طبعا الكتاب بتاعنا عباره عن كتاب كامل للنظري، جميع الدروس النظري واسئله عليها، وبعد كده في كتيب صغير كده هو ده خاص بالمنصه، منهج المنصه. في منهج المنصه بالكامل ترم اول وترم تاني. حلو. ومعانا نوت بوك صغيره كده برده مع الباكج بتاعك عشان نكتب فيها الملاحظات اللي احنا بنتملاها. صلى على سيدنا النبي. النهارده هناخد حاجه اسمها الاي بي ادرس. قبل ما افهمك الاي بي ادرس دوت لازم اربطه لك بحاجه من الواقع. ليه؟ عشان تبقى فاهمه. ما ينفعش اشرح لك حاجه وانت مش فاهمها اصلا وما تعرفهاش. صلي على سيدنا النبي. ببساطه الاي بي ادرس دوت هو عنوان الجهاز. هو ايه؟ عنوان الجهاز. يبقى ركز مع اخوك بقى. لو انا جيت سالتك في اي وقت في الحصه وترد عليا، بالله ترد عليا، قلت لك ايه هو الاي بي ادرس ده، هتقول لي هو ايه؟ عنوان الجهاز. مش فاهم يا هندسه. صلي على سيدنا النبي. هبسطها لك. سيب الكلام ده كله وسيب التكنولوجيا والبرمجه والكلام ده كله، تعالى نرجع زمان لايام افلام ابيض واسود. فاكر زمان لما كنا نفتح فيلم ابيض واسود ونلاقي عبد الحليم كده، نلاقي عبد الحليم عايز يبعت جواب لحبيبته، كان يعمل ايه؟ كان يكتب الكلام في الجواب ويحطه جوه الجواب ويقوم كاتب على الجواب اسم حبيبته والعنوان بتاعها. بعد كده يجي البوسطجي، راجل كده لابس بني ولابس طربوش، ياخد الجواب يقوم موصله لحبيبته. طيب سؤال بسيط عايز اساله لك يا اخويا. تخيل معايا كده لو عبد الحليم معوش عنوان حبيبته، كان الجواب هيوصل؟ مستحيل. هيوصل ازاي اصلا؟ طيب اصبح كده ان اهم حاجه زمان ان الناس تكون عارفه عناوين بعض. يعني واحد وخاله عيان عايز يبعت له جواب، واحد عايز يطمن على جده يبعت له جواب. ما كانش في حاجه اسمها تليفونات، ما كانش في حاجه اسمها ان انا اطمن عليه بالتليفون والكلام ده. طيب يعني اهم حاجه في الموضوع ده ايه؟ هو عناويننا. كنا طرق التواصل بتاعتنا زمان ان احنا نبقى عارفين عناوين ايه؟ بعض. لازم عشان ابعت لك جواب واطمن عليك اكون عارف عنوانك، وانت عشان تبعت لي جواب وتطمن عليا تكون عارف ايه؟ عنواني. جميل قوي. ده زمان كان مثلا ايه؟ اتنين بيحبوا بعض، ممكن العلاقه تنتهي بان حبيبته عزلت. يعني حبيبته عزلت خلاص، هو كده بقى مش هيشوفها تاني، العلاقه انتهت هنا، يبتدي يعمل موف اون بقى. فاهم؟ فالعلاقه اهم حاجه كانت زمان بيننا وطرق التواصل مع بعض هي العناوين. حلو. تعالى بقى لارض الواقع دلوقتي. تخيل معايا بقى دلوقتي، زمان كان اهم حاجه العنوان، دلوقتي اهم حاجه العنوان، بس مش عناويننا، عناوين الجهاز. يعني ايه يا هندسه؟ مش فاهم. صلي على سيدنا النبي. ببساطه انت لو فتحت الواتساب وكلمت واحد زميلك عشان الرساله توصل له لازم يكون جهازك ليه عنوان وجهازه ليه عنوان، والاثنين عارفين عناوين بعض عشان يعرفوا يبعتوا لبعض. مش فاهم يا هندسه؟ يا حبيبي ما هي الاجهزه بتتكلم مع بعض، وعشان الاجهزه تتواصل مع بعض لازم يكون لها عناوين وتكون عارفه عناوين بعض. ايه ده قربت توصل اهو. يعني انا معايا تليفون عشان اخش بيه على النت واكلم واحد تاني لازم يكون جهازي ليه عنوان، واللي هكلمه ده لما يخش على النت لازم يكون ليه عنوان. هو ده بقى باختصار الاي بي ادرس. هو ده ايه؟ الاي بي ادرس. كل جهاز وليه ايه؟ عنوان. اول حاجه تعال ناخد شكل الاي بي. انا قلت لك من اول الفيديو خالص لما اجي اسالك ايه هو الاي بي ادرس هتقول لي هو ايه؟ عنوان الجهاز. ايوه شكل الاي بي. بص يا اخويا صلي على سيدنا النبي.
ببساطة شكل الاي بي بيكون عامل كده اهو، مثلا ارقام، شوية ارقام، 1 9 2 دوت 1 6 8 دوت 1 دوت 1. مثلا ده عنوان اي بي. انا بقى عايز افهم ايه الرولز بتاعته في الشكل. طيب تعالى افهمها لك بسيطة. قال لك اولا يتكون من 4 خانات. جميل. 2 يبقى بيتكون من كام خانة؟ 4 خانات. يعني ايه هندسة؟ يعني دي خانة 1 2 3 4. بيتكون من كام خانة؟ 4 خانات. قال لك إن كل خانة فيها أرقام بتتراوح من 0 إلى 255. يبقى كل خانة بتتراوح منها من 0 لكام؟ ل 255. كل خانة فيها أرقام بتتراوح من كام؟ من 0 وآخرها 255. يعني كل خانة من دول بتشيل أرقام من رقم 0 لحد رقم 255. حلو أوي. طيب بعد كده قال لي إن اللي بيدي الايبيهات للجهاز وهو داخل راجل كبير كده، الحاج بتاعنا اسمه اي بي في 4، وده 32 بت. كام بت؟ 32 بت. بالراحه بقى بالراحه. يبقى اول حاجه في شكله قال ان عنوان الاي بي هو عباره عن شويه ارقام بيتكونوا من كام خانه؟ 4 خانات. كل خانه من 0 لكام؟ 255. ايه بقى حوار الاي بي في 4 ده؟ ده عامل بالظبط زي اي حد يجي يخش على النت يقوم مدي للجهاز اي بي. مش فاهم يا هندسه؟ يعني ده كده قاعد الجوريزم قاعده كده، اي جهاز يخش على النت يقوم مدي له اي بي، اي جهاز يخش على النت يقوم مدي له اي بي. شبههولي يا هندسه. بص، عمرك دخلت فرع اتصالات، فرع وي، فرع فودافون، بتلاقي راجل قاعد كده على الباب وانت داخل يديك رقم، صح؟ اهو ده برضو قاعد على النت كده. تخيلوا معايا مثلا يعني اي حد يخش النت يقوم مديله ايه؟ اي بي. اي حد يخش النت يقوم مديله ايه؟ اي بي. طيب انا بقى عايز اعرف يعني ايه اصلا الاي بي ادرس. قال لك ان الاي بي ادرس ده هو رقم فريد يعطي للجهاز المتصل بالإنترنت ليميزه. يعني ايه يا هندسه؟ مش فاهم. صلي على سيدنا النبي. بيقول لك هو رقم فريد بيعطى للجهاز المتصل بالإنترنت ليميزه. صلي على سيدنا النبي. تعرف ان الاي بي دوت هو اهم حاجه على تليفونك؟ مش فاهم يا هندسه؟ يعني اوقات كتير احنا نفتح النت وابقى تبقى انت لسه شاحن الكارت كده فاتح الداتا، بس الجهاز مش راضي يخش على النت. يا عم انا فاتح الداتا اهو، خش ابعت الرساله، مش راضي يبعت. تقوم بقى ايه؟ ربنا كده يلهمك فكره يقول لك ما تقفل، اعمل وضع الطيران وافتحه تاني، تعمل كده، او تقفل الموبايل وتشغله تاني، تعمل كده، يوم النت شغال عادي. انت عارف ليه النت ما اشتغلش وليه اشتغل؟ ما اشتغلش عشان في الاول كان مهنج، ما كانش ساحب اي بي. ما كانش ايه؟ ساحب اي بي. ما هو ده بيديله اي بي، الجهاز بتاعك ما سحبش الاي بي بتاعه، فاصبح كده ملوش اي بي، يبقى ملوش دخول على النت. ما هو انت مش هتخش على النت غير لو ليك اي بي. طيب ايه بقى مهمه الاي بي ده؟ حضرتك النهارده احنا شفنا الحاجات دي على ارض الواقع. اي حد ينزل فيديو مسيء لاي حاجه، مسيء للدين، اي حاجه، بيبات في الاسم في نفس اليوم. عمرك سالت نفسك ازاي؟ الحكومات اول ما تبقى عايزه تقبض على حد عمل حاجه على الانترنت، تجيب الاي بي بتاعه. جابت الاي بي، هي كده جابت عنوان الجهاز وجابت نوع الجهاز وجابت الجهاز مكانه فين بالظبط وكان فاتح نت امتى وفاتح نت منين. فاهم حاجه؟ يبقى الاي بي ادرس ده قمه خطورته ان هو رقم فريد يعطى للجهاز المتصل بالانترنت، عامل زي الرقم القومي بالظبط. يعني ايه زي الرقم القومي؟ هقول لك ببساطه يا اخويا. يعني ايه زي الرقم القومي؟ يعني كل جهاز له اي بي مختلف، زي كل انسان
ليه رقم قومي مختلف. عمرك شفت 2 بني ادمين معاهم نفس الرقم القومي؟ لا يا هندسه، بالظبط نفس الاي بي. الاي بي كل جهاز ماشي في الشارع ليه اي بي مختلف عن الجهاز التاني. حلو. عندنا بقى نوعين من الاي بيات. قال لي ان عندك نوع اي بي اسمه جلوبال ونوع اي بي اسمه برايفت. مش فاهم يا هندسه. جلوبال يعني عام، وبرايفت يعني ايه؟ خاص. مش فاهم يا هندسه. صلي على سيدنا النبي وانا هفهمك. ببساطه الاي بي الجلوبال لما تكون على شبكه وان، وانا شرحت الكلام ده في الدرس اللي فات، ومش فاهم، لو مش فاهم يعني ايه شبكه وان لازم تروح تتفرج عليه. شبكه وان هي شبكه كبيره زي شبكه الانترنت العالميه. طب لو خاص، لو انت على شبكه لان، لو انت على شبكه لان دي الشبكه المحليه الصغيره زي شبكه الواي فاي. جميل جميل. طيب يبقى انا عندي نوعين من الاي بي، جلوبال وبرايفت. عندي نوعين من الاي بي، جلوبال وايه؟ وبرايفت. حلو. طيب انا بقى هنا عايز اسالك سؤال. لو انا متصل على شبكه واي فاي، لو انا دلوقتي في البيت على شبكه الواي فاي، انا ساحب اي بي من الواي فاي نوعه ايه؟ برايفت، صح؟ صح. طب لو انا فاتح داتا في الشارع وفاتح انترنت، الانترنت العالمي، فاتح داتا في الشارع من اي حته في الدنيا، دي شبكه كبيره عالميه انترنت، يبقى انا على شبكه وان، يبقى ساحب اي بي نوعه جلوبال. حلو. الدومين ايه هو الدومين بقى؟ صلي على سيدنا النبي. قبل ما افهمك ايه هو الدومين لازم افهمك نقطه. زمان قبل الويندوز كان في ويندوز اسمه 98. ويندوز 98 ده كان شاشه سوداء كده، تقعد تكتب الاوامر اللي انت عايزها ويطلع لك اللي انت عايزه. حلو حلو. طيب قصدك ايه يا هندسه؟ قصدي اقول لك زمان المواقع اساسها اي بيات. ايه ده يعني مش الاجهزه بس اللي ليها اي بي والمواقع لها اي بي؟ يا عبيط، ما هو الموقع ده جهاز، ما هو الموقع دوت متركب على سيرفر زي ما خدنا في الحصه الاولانيه. طيب هو السيرفر ده عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز كمبيوتر كبير. حلو. طيب يبقى المواقع اساسها ايه؟ اي بيات. مثلا تخيل معايا ان ده اي بي جوجل مثلا. انا بقول مثلا عشان ما حدش يقول لي ايه ده مش اي بي جوجل ومش عارف ايه، انا بقول مثلا اي رقم في اي حته، ده مثلا اي بي جوجل. حلو حلو. وانا عشان اخش على جوجل محتاج اكتب الارقام دي. طب والنبي ده ينفع؟ يعني عشان اخش على جوجل اكتب ارقام، وعشان اخش على اليوتيوب اكتب ارقام تانية، وعشان اخش على الفيسبوك اكتب ارقام تالتة، ده انا كده بقى محتاج نوتة واسجل الارقام بالمواقع، ده ينفع؟ لا. طيب بقينا نعمل ايه؟ بقينا نعمل لينك كده جميل اسمه مثلا، انت عايز ده تسميه جوجل، طب خلاص سميه جوجل دوت كوم. صح؟ صح. وبقيت انت تكتب جوجل دوت كوم يقوم داخل على جوجل. باختصار اللي انا عايز اقوله لك ان يا قلبي الشكل ده، المنظر ده، اللينك، اي لينك في العالم اسمه دومين. اسمه ايه؟ اسمه دومين. اسمه ايه؟ اسمه دومين. اسمه ايه؟ اسمه دومين. طب الدومين ده معمول ليه او عملناه ليه؟ لجعل، ببساطة لجعل عناوين الاي بي مفهومة. لجعل العناوين اي بي ايه؟ مفهومه. يبقى الدومين ده احنا عملناه بنخبي جواه الارقام بتاعه الاي بي عشان نخليها ايه؟ مفهومه. يبقى الدومين لجعل عناوين الاي بي ايه؟ مفهومه. الدومين لجعل الاي بي عناوين ايه؟ انا اسف، لجعل عناوين الاي بي ايه؟ مفهومه. حلو قوي. طيب انا بقى ازاي ده بيتم؟ ازاي ده بيتم؟ صلى على سيدنا النبي. ببساطه تعالى نتخيل مع بعض ان انا وانت عايزين نعمل موقع، والموقع ده اسمه رحلتي. حجز طيران وحجز، ونعمل سبوبه كده واحنا قاعدين، يعني الواحد قاعد كده
الدنيا نايمه، عايزين نعمل سبوبه كده حلوه، فقلنا نعمل موقع اسمه ايه؟ رحلتي. حلو. اول حاجه هنعملها هنحجز سيرفر، السيرفر هيدينا للموقع اي بي، مثلا ده الاي بي بتاع الموقع بتاعنا اللي هو رحلتي. مش عارف ماله القلم. اهو 4 خانات وكل خانه من 0 ل 255 ادانا الاي بي. حلو قوي. طيب الموقع بتاعنا بقى شغال، بس بقى مربوط بالايه؟ بالاي بي اللي لازم يخش عليه يكتب الارقام دي. طب ده ينفع؟ ده ينفع؟ طيب قلت لي مستر انت مش عملت الاي بي؟ قلت لك اه. قلت طب ما نعمل له دومين. ما نعمل له دومين يا مستر. قلت لك طب نخليه ايه مثلا الدومين ده؟ قال لي مثلا نخليه رحلتي دوت كوم. كده حتى شكله شيك. في ال هنا ممكن عشان تبقى رحلتي دوت كوم اهو. كده شكله شيك والدنيا حلوه وجميله. قلت له اه كده احنا عملنا دومين وعملنا الاي بي. حلو. بخش على الدومين رحلتي دوت كوم، مش راضي يخش على الموقع. مش راضي، وانا وانت مش عارفين ليه. فاتصلنا بمهندس السيرفرات. قلت له دلوقتي حجزت سيرفر وخدت الاي بي بتاعه وحجزت دومين. حجزت دومين يعني اشتريت دومين وسميته رحلتي دوت كوم، بس بخش عليه مش راضي يخش على الموقع. قال لي كلمه غريبه قوي. قال لي هو انت ربطت ما بين الاي بي والدومين؟ مش فاهم. قال لي انت ربطت ما بين الاي بي والدومين؟ قلت له لازم اربط ما بينهم؟ قال لازم. ده طبعا. فالمهم قام قال لي ايه؟ قال لي انت هتجيب الاثنين في خانه اسمها، عشان تربط ما بينهم في خانه اسمها دانس. اول ما تربطهم بالدانس هيتربطوا مع بعض، هتخش على الموقع ويقوم داخل عليه. ايه ده مش فاهم. قال لي يعني انت عشان تربط الاي بي بالدومين بتاعك لازم تربطهم بخانه اسمها ايه؟ دانس. هو ايه يعني ايه دانس بقى؟ انا افهم بقى، انا احب افهم. قال لك هو المسؤول عن ربط. مين الجامد اللي هيكمل الاي بي بالدومين؟ المسؤول عن ربط الاي بي بالايه؟ بالدومين. المسؤول عن ربط الاي بي بالايه؟ بالدومين. حلوه قوي 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 كده. يبقى مين المسؤول عن ربط الاي بي بالدومين؟ الدانس. مين المسؤول عن ربط الاي بي بالدومين؟ الدانس. حلوه قوي 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 قوي. اخر معلومه النهارده معانا في الدرس ومهمه ولن يخلو عنها امتحان الشهر. صلي على سيدنا النبي، ركز معايا. فاكر الراجل اللي قاعد بيدي اي بيهات للجهاز وهم داخلين النت اللي احنا كنا مسمينه اي بي في 4 كان كام بت؟ كان 32 بت. واجهتنا مشكله، الناس كترت، بقينا كتير قوي، والموبايلات والاجهزه كترت والمواقع كترت، وكل دول بياخدوا اي بي. جينا في مره الراجل ده مات مننا. انا ما بقتش قادر اكمل. ناس كترت والنت انتشر في كل حته، انا هعمل ايه؟ مش قادر اكفي عليهم. فالراجل ده مات، اتكل على الله. جانا بعد كده عملنا ابديت وعملنا حاجه جديده، اصدار جديد اسمه اي بي في 6. اسمه ايه؟ اي بي في 6. مش ده كان 32 بت صح؟ ده 128 بت. كام بت؟ 128 بت. حلو. يبقى الاي بي في 4 كان كام بت؟ 32 بت. وخلي بالك ده تمثيله في النظام الثنائي. حلو. الاي بي في 6 كام بت؟ 128. ليه عملناه؟ بسبب انتشار الانترنت. الحمد لله. وهنا نقدر نقول ان احنا خلصنا الدرس الثاني في الوحده الثامنه. كده يبقى فاضل لنا درس في الوحده الثامنه ونبقى خلصناه خالص. حلو.
طيب عشان تبقى متابع معانا، وعشان لو عندك اي سؤال تساله لنا، وعشان تشتري الكتاب بتاعنا، لازم تكون على قناه الواتساب بتاعتنا في اول كومنت، لازم تكون على الجروبات وعلى الصفحه بتاعتنا. ولو احتجت اي حاجه تواصل معانا، الرقم برضو بتاع الاستفسارات في اول كومنت. سلام.